جالي مرض بيجي لشخص واحد من كل 100 مليون شخص، وما كنتش قادر اتحرك وفقدت البصر لمدة 30 دقيقة. ده جزء من تصريحات المخرج أحمد ثروت ابن الفنان الكبير محمد ثروت لما طلع في أحد البرامج اتكلم عن تفاصيل المرض النادر اللي اتعرض له في الفترة الأخيرة ورحلة العلاج اللي عانى فيها كتير علشان يخف ويقف على رجله من تاني. وأول ما استعاد صحته قرر يفاجئ والده ويطلع له على المسرح وهو بيغني ويشكره قدام الجمهور. وحكى أحمد ثروت الحكاية من البداية لما حس بتعب فجأة وهو في الشغل، لما وقتها كح دم، وطلب من خطيبته اللي كانت معاه وقتها انهم يمشوا من المكان ويروح البيت علشان يرتاح، لكنه للاسف ملحقش، لانه في وقت ما هم ماشيين حس احمد ثروت بدوخه وعدم اتزان، وانه مش قادر يقف على رجليه ويمشي على الارض، واللي حس وقتها كانها سفنج زي ما وصف في كلامه. وفجاه فقد الحركه تماما والرؤيه لحوالي نص ساعه، كل ده وهو مش فاهم فيه ايه ولا ايه اللي بيحصل، وان اللي بيعيشه ده حاجه ما حصلتلوش قبل كده ولا حتى حصلت لغيره، لانه اكتشف ان المرض ده بيحصل لشخص واحد من كل 100 مليون شخص، فطبيعي ما يكونش حد عنده تفسير للي حصل له. والتشخيص كان صعب، هو ما كانش فاهم في ايه وحتى ما يعرفش لحد دلوقتي سبب المرض ده ايه. وقت تطور الاعراض اللي حس بيها راح المستشفى بسرعه علشان يعرف عنده ايه، وبعد الفحوصات الطبيه اللي اتعملت الدكاتره قالوا له انه عنده مرض مناعي نادر في الجهاز العصبي ولازم يفضل في المستشفى. وقال احمد انه تدهورت حالته الصحيه لدرجه انه خد 60 حقنه في 5 ايام بس، يعني 12 حقنه في اليوم الواحد، والحقنه الواحده 30 سنتيمتر. ومع استمرار حالته النفسيه قرر احمد انه يسافر علشان يتعالج في المانيا. وفي الحقيقه ده ما كانش قراره ولا حتى قرار عيلته، ده كان قرار الدكتور اللي قال له انه لازم يسافر علشان يتوفر مواصفات معينه للمتلازمه دي، فكان ضروري انه يسافر. واتكلم احمد عن معاناته مع العلاج في المانيا ووصفها انها كانت عذاب بالنسبه له، وقال اول حاجه عملتها الدكاتره معايا لما سافرت انهم خدوا سائل من مخي من غير اي بنج، يعني كانوا بيعملوا العمليه وانا فايق وواعي وحاسس بكل اللي بيحصل لي، والالم كان لا يحتمل، وده علشان التركيبات الكيميائيه اللي كانوا محتاجينها الدكاتره للسائل ما تتغيرش ولا تتاثر بالبنج، فكان المها شديد جدا. المرض النادر اللي اصاب احمد ثروت اثر عليه وافقده القدره على الحركه، وده زود من صعوبه الموضوع لان نفسيته كانت متدمره، وكانت الفتره دي هي اسوأ فتره تمر عليه. بس رغم الحاله اللي كان فيها وعدم قدرته على الحركه، كان بيرفض احمد انه يخلي حد يساعده في دخول الحمام، لدرجه انه كان بيزحف على الارض علشان هو يروح بنفسه، وفضل متمسك بان محدش يساعده علشان عزيمته ما تتاثرش، وهو كان ايمانه في ربنا كبير بانه هيخف. وبالفعل تعافى احمد وربنا كتب له انه يقف على رجليه من تاني، وهو قال مرضي عرفني على نفسي وعلى قدراتي وقيمه الناس حواليا، واول حد حبيت افرحه بشفائي هو والدي اللي ما سابنيش طول فتره علاجي، فقررت اروح حفلته الاخيره اللي كانت في السعوديه وافرحه واشكره قدام كل الناس.